السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بسكوت الشاي بأسهل طريقة والمكونات كلها في البيت. حاجة كده جميلة. متنسوش بقى تعملوا لايك واللي مشتركش في القناة اشترك. معايا نص كوباية سكر بودرة ومعلقة كبيرة. معايا نص كوباية سمنة، 100 جرام سمنة، واضربهم مع بعض كده بالمعلقة كده، بضربهم جامد اعمله كريمي كده. ادوب السكر بالسمنة، ادوبها لما تبقى زي الكريمي كده. معايا ربع كوباية زيت، واضربهم برضو مع السمنة والسكر. بيضة درجة حرارة الغرفة. معايا فانيليا برتقان، كيس فانيليا برتقان، كيس فانيليا عادية، واضربهم مع بعض. احط معلقة نشا كبيرة، معلقة بيكنج باودر صغير. معايا كوبايتين دقيق، احط كوباية واحط الكوباية التانية تدريجيا كده. احط الكوباية التانية تدريجيا حبة حبة. ربع كوباية مية، هحط معلقتين، احط بقية الدقيق. انا مش هعجن، هقلب بالمعلقة كده تقليب. حطيت بقية كوباية الدقيق، واقلبه كده ما عجنش، مفيش عجين يعني، ما يتعجنش البسكوت، ما يتعجنش. تقليب كده، بتوه الدقيق في المكونات، في السمنه والسكر. هجربها كده واشوفها، لقيتها مفلقه من الجنب. هحط نقطه معلقه الميه الباقي، واقلب برضو، مش هعجن. البسكوت مش عايز عجن، لف كده في الدقيق. اهي، مفيهاش تشقيق ولا فيها حاجه. هغطيها بقى واحطها ادي ربع ساعه كده في التلاجة عشان الجو حر. اطلعها كده، ايه، اقلبها تقليبه بسيطه واكورها بقى في الصواني. هعمل البسكوتة 12 جرام، 13 جرام. اكورها كده بايدي واحطها في الصينية. معايا المكبس دوت، او لو مفيش مكبس يبقى يعني فرديها قوي كده، وروحي ايه مقطعاها بالسكينة بعصاية شيش، او بالخلة كده، وخرميها وحطيها. يعني اللي ما عندهاش مكبس تعمل كده. ادوس عليها ودوسة كده بسيطة. يعني لما لزقت في المكبس، وبعملها تاني، اكورها واعملها تاني.
خفيف بقى جنب كوباية شاي وكده. سهل خالص يعني، مفيش نص ساعة وعملته. هنا برضو الصينية التانية خلصنا بقى الكوبايتين الدقيق. في صينية تالتة بقى ايه عملتها بقى، حطيته شغلت البوتاجاز على 180 درجة حرارة 180. حطيته في الرف الاولاني احمر من تحت، شغلت عليه الشواية دقيقة كده. شايفين هشش ازاي وناعم وخفيف. شايفين ده كله بقى من ايه، من كوبايتين دقيق عملنا ايه كمية بسكوت كويسة. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي مشتركش في القناة اشترك. شايفين هشش ازاي جميل خفيف جدا. مكسرة بقى الدنيا تشوفها ايه ناعمة والله، ناعمة وهشة جدا. السلام عليكم.